عودة ليالي الأبطال مرة تانية، والمرة دي بنبتدي بأول معارك دور ال16، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الألماني. بايرن كان الأقوى واستحق الفوز، وباريس كان هيتعادل في آخر أوقات المباراة. ولكن احنا مش جايين نتكلم عن أحداث المباراة دي، وهنتكلم عن كام لقطة كده عملهم ميسي خلال المباراة، وإيه اللي حصل بين مولر وألفونسو ديفيز بعد ما طلب التيشيرت من ميسي. والفيديو ده هيكون مختصر بطريقة جديدة، مش هنطول زي الفيديوهات العادية. وفي البداية وقبل كل شيء ما تنساش الصلاة على النبي، ويلا بينا نخش في التفاصيل. ميسي بالرغم من الظهور القليل في المباراة دي، إلا إنه كان في كل لقطة بيرسم لوحة فنية. اللقطة دي ميسي وكأنه رجع فيها ل10 سنين لورا، وكان هيسجل هدف مارادوني على طريقته، ولكن الكرة اتقطعت في آخر لحظة. وفي اللقطة دي ميسي كان هيسجل هدف التعادل بعد ما اتلغى هدف امبابي، ولكن بافارد اللي كان مطالب انه يمسك ميسي طول المباراة اتصدى للكرة دي بدل الحارس وشالها في آخر لحظة لما خبطت الكرة فيه. في اللقطة دي بقى بافارد بينطرد بعد ما اتدخل على ميسي وكان معاه انذار في المباراة. وهنا بقى المباراة بتنتهي بالشكل الجميل ده. ألفونسو ديفيز اللي هو بالنسبة له ميسي هو لاعبه المفضل، وسبق وقال قبل كده حتى الصورة دي في بيته بتقول كل حاجة، وسبق وطلب من ميسي التيشيرت قبل كده في مباراة برشلونة. ولكن ألفونسو قال إن ميسي كان غضبان، فبتمنى المرة الجاية يديني التيشيرت. وفعلا حلمه اتحقق المرة دي، وقف مع ميسي وطلب التيشيرت منه، وميسي طبعا ما تأخرش عليه. وهنا مولر تحسه إنه بيقول له أنا عاوز التيشيرت ده وبقبل الهدايا عادي. ده كان فيديو مختصر كده، في العادي مش بنعمله كتير، ولكن اهو نوع من التغيير. ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات اعمل لنا لايك للفيديو عشان نعرف كام واحد مهتم نكمل في السلسلة دي ولا لا. شكرا لكم على المشاهدة، ومع السلامة.